السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناه كيك اند ستيك. بصوا النهارده بقى انا كنت يعني مش عايزه اقول لكم بقى، النور كان بيقطع كل شويه وعماله مش عارفه ادخل المطبخ، مش عارفه اعمل اي حاجه. ما صدقت النور جه شويه، قعدت بقى ادور كده في الفريزر على اي حاجه طلعتها. بصراحه لقيت حلويات وكبده وبرجر، فقلت بقى لا هنقضيها بقى اي حاجه بصراحه. وكمان الجو حر، فالجو ده مش عايز طبيخ بقى ولا اي حاجه، عايز اكلات سريعه كده. فزي ما انتوا شايفين دي كده حلويات. حطيت ميه تغلي فيها حبهان وورق لوري، وهسيبها بقى تغلي عشان عايزاها تستوى، لان هي بتبقى جامده شويه، ف عايزينها تستوى يعني. فكل ما بتنقص الميه بزودها ميه سخنه. تمام كده، هسيبها بقى تغلي كده معايا لحد ما تستوى خالص زي ما هتشوفوا كده معايا. هجس كده واحده هشوفها لا تمام استوت، يبقى هي كده تمام معايا. هطلعها بقى في طبق وهشطفها من تحت الحنفية كده بمية نظيفة، وهكب بقى خلاص. هستغنى عن المية دي، انا مش عايزاها خالص. تمام كده، هنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه تاني. هنا بقى قلت احمر بطاطس. هسيب لكم بقى اللينك القلايه في البطاطس بالتفصيل. انا بس مرضتش اطول عليكم هنا في الفيديو، فانا هسيب لكم اللينك. وما شاء الله الفيديو يعني الحمد لله اللهم بارك يتشاف يعني، جايب مشاهده كويسه. فاي حاجه للقلايه هتلاقوها يعني ان شاء الله. ولسه كمان في حاجات كتير هنعملها مع بعض، وحاجات اصلا هتبقى حصري ان شاء الله عندي، فاستنوا كده ونشوف مع بعض. انا حطيت البطاطس زي ما انتوا شايفين، واخترت برنامج البطاطس اداني درجه حراره 180، واخترت 20 دقيقه. انا زي ما قلت لكم عشان ما اطولش عليكم وخلصتها كلها، وده النتيجه بتاعتها. فهسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك في اول كومنت مثبت، خشوا وشوفوه. بصراحه بتبقى حلوه قوي. انا ما عنديش بقى لي بطاطس في الزيت خالص. بس كده بقى هحط عليها بهارات بطاطس وهي كده جاهزه معايا. هنا برضو هحمر برجر. ده برجر ميتكو يا جماعه، اللي قلت لكم عليه في فيديو المشتريات. بصراحه طلع حلو قوي، من البرجرات الحلوه يعني، تحسوا ان انتوا بتاكلوا برجر فعلا. لا حلو قوي. لا انا خلاص يعني بعد كده لا هجيب ميتكو في البرجر يعني، عجبني قوي. برضو فيديو بتاع البرجر في القلايه هسيبه لكم في اول كومنت مثبت. وبرضو ما شاء الله الحمد لله يا رب، الحمد لله اللهم بارك، هو اتشاف برضو جاب مشاهدات كويسه، فالحمد لله. هسيبه لكم برضو، خشوا شوفوا التفاصيل بتاعته. انا عاملاه يعني فيديو القلايه، لما بعمل حاجه في القلايه لاول مره بعملها بتفاصيل ممله بس عشان تستفادوا برضو. انا ببقى بجرب معاكم لاول مره وانا استفاد وانتوا تستفادوا يعني. انا مش بعمل الفيديو ده عشان فيديو وخلاص، لا انا عشان انتوا تستفادوا منه. هنعمل بقى برضو شويه طحينه كده على الماشي. حطيت دي طحينه خام جاهزه، حطيت عليها ملح وكمون وشطه وخل، وبقلبها كده وببدا افكها بالميه. ممكن تحطوا زبادي، ممكن تحطوا فص ثوم مهروس، براحتكم. هي ليها كذا طريقه يعني، بس انا عملتها حاجه سريعه كده بالطريقه العاديه، وحاجه خفيفه برضو. هعمل معاكم برضو قريب فيديو هعمل الطحينة في البيت. استنوا معايا الفيديو ده. هقول لكم برضو بكل امانة وبكل صراحة هي فعلا اوفر من اللي بره، ولا ما تستاهلش، ولا احسن، ولا ايه. فان شاء الله استنوا معايا الفيديو ده. كل ما بحس ان هي تخينة او تقيلة بزودها حبة مية، حبة بحبة، من مية من حنفية عادي او مية سخنة براحتكم، مش بتبقى فرقة كتير. وبحط عليها عصرة ليمون، وطبعا مظبطة الملح بتاعي. بس كده هي كده جاهزة معايا. زي ما بقول لكم كنت بجري كده عشان الحق قبل ما النور بيقطع. قولوا النور بيقطع عندكم ولا ايه النظام؟ وبصراحة الجو حر يعني، هنعمل ايه؟ الحمد لله. هنا بقى معايا كبدة، دي سمنه بلدي. انا بعد ما حطيت السمنه في المقلايه، لا افتكرت ان انا بعمل صدمه اصلا للكبده قبل ما احطها في السمنه. تمام كده. انا ما بغسلش الكبده، انا بحطها في خل بس لمده حاجه بسيطه يعني، بكتير قوي ربع ساعه، وبعدين بحطها في مصفى تصفي الدم بقى بالخل بكله.
وابدا ايه احمرها. انا دي كبده بلدي فانا بحمرها في السمنه البلدي وخلاص، وملح وفلفل. طبعا لو كبده مجمده او يعني مش بلدي ومش ضامنين ان هي بلدي، لا اعملوها بقى بالتوابل، بكبده اسكندراني، اي حاجه يعني، عشان ايه ما بيبقاش طعمها حلو قوي. اما دي انا واثقه ان هي كبده بلدي، فانا بحبها كده، بحمرها في السمنه البلدي وحبه ملح وحبه فلفل اسود وخلاص. ممكن تحطوا عصره ليمون، بس انا برضو انا ما بحبش اغير طعم الكبده، لان انا واثقه فيها ان هي كبده بلدي. هي ما بتاخدش وقت معايا خالص. الكبده يا جماعه ما بتاخدش وقت. هنا نزلت دمها بقى واخدت الصدمه بتاعتها، فجبت بقى هنا المقلايه زي ما انتم شايفين فيها السمنه البلدي. طبعا عايزين تعملوها بزبده بزيت براحتكم، بس هي طبعا بتبقى حلوه بقى بالسمنه البلدي بصراحه. يعني قولوا لي بتحبوا الكبده بأنهي طريقه، لان هي ليها طرق كتيره. يعني انا بحب الكبده بكل طرقها يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده حطيت الملح والفلفل الاسود بتوعي، وهي الكميه مش كبيره. كانت غدوية كده على السريع، زي ما بقول لكم كنت النور بيقطع بشكل مستفز، واللي هو ايه ما فيش يعني الواحد ما بيلحقش يعمل حاجة، والجو حر اصلا، فبجد ربنا يرحمنا يا رب. بصوا زي ما انتم شايفين تقليبة في التانية وخلاص كده، شكرا. جبت بقى المقلاية هنا برضو. كانت الحلويات استوت معايا يعني. حطيت بقى سمنة حاجة بسيطة خالص وعليها زيت. ممكن تعملوها برضو بزيت بس او بسمنة بس براحتكم. تمام كده هحمرها. هي المفروض اصلا بتتحمر مع الكبدة عادي يا جماعة، يعني انتوا لو بتحبوا الاتنين حمروهم مع بعض، بس انا جوزي ما بيحبش الكبدة. انا بس اللي باكلها، فعشان يعرف ياكل فحمرتها له لوحده، وما بيحبش كمان السمنة، فايه حطيت له ريحة بس كده يعني. حطيت بقى هنا بهارات لحمة وفلفل اسود والملح بتاعي. تمام كده هحمرها عادي، هتدي بس اللون، وهي كده بقت جاهزه معايا. زي ما قلت لكم كده، هي طبعا الاكلات ديت صيفيه قوي، يعني هو الصيف بيحب الاكل السريع ده والحاجات اللي هي ايه التحمير يعني. بس كده، وده كان غدانا بقى النهارده، واكلنا عيش وظبطنا التظابيط وايه وخلاص كده. بس قولوا لي بقى رايكم ايه في الغدا النهارده، قولوا لي اتغديتوا ايه عشان ناخد كده افكار من بعض، وقولوا لي رايكم ايه، بتحبوا الاكل ده ولا بتحبوا ايه بالظبط. بس كده يا جماعه، وده كان فيديو النهارده. قولوا لي برضو النور بيقطع عندكم ولا ايه النظام؟ عشان ما احسش ان انا لوحدي. هي مصر كلها تقريبا بيتقطع عندها النور، ربنا يرحمنا. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيفه عليكم وقدرت افيدكم لو بحاجه بسيطه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.